الاهلي كسب الاسماعيلي 2-0 في ماتش اتأجل من الجولة ال 14. ماتش اقل ما يقال عليه ان هو ماتش ب... ب... بلا- بخيل كرويا وفنيا وبخيل في كل حاجة. ماتش مش حلو، ماتش بطيء ورتمه بطيء ووحش. وعايز اقول حاجة مع احترامي الكامل لجمهور الاسماعيلي، انا مش قصدي حاجة، بس طبيعي لما انت تلاعب فرقة اقل منك او فرقة ضعيفة او فرقة ظروفها في السنة اللي هي فيها دي صعبة جدا، ان انت عشان تطمن جمهورك وتعمل ماتش محترم انك تدوس وتدوس وتدوس وتكسب. طول ما انت قادر تكسب اكسب واعمل فرق سكور. اولا هترجع ثقة جماهيرك فيك، حتى ثقتك انت كلاعب هترجع لك وهتبقى كويس. الاهلي ما عملش كده. الاهلي اللي هيقول لك كسب باقل مجهود واللي هيقول لك كسب عادي، لكن انت لا هتلاقي في الاهلي جمله ولا هتلاقي في الاهلي بيلعب بطريقه معينه. اللي انا بقوله ان الاهلي كسب اتنين وجاب جولين، بس اتفرجوا على الجولين اللي جابهم الاهلي. جونين تخبيط وتليط، اخطاء دفاعيه، واحده اتخبطت وراحت لبن رمضان، هل هلالك شهر مبارك، الحمد لله على السلامه بن رمضان. والتانيه شوطه من ياسين مرعي خبطت وغيرت اتجاهها وراحت. لكن نتفرج على الاهلي جمله ملعوب، جاب جون كده جاب جون كده، مفيش لاعب كوره عمل 30 جمله 30 باصه راح رفع جاب جون، مفيش الكلام ده ما حصلش. وده اكبر دليل ان الماتش كان بقى بخيل كرويا. ودي المفروض البروفة الأخيرة للنادي الأهلي قبل لقاء الجيش الملكي المغربي اللي هنلعبه في دوري الأبطال على صدارة المجموعة. اللي أنا عايز أقوله بقى، الفرود بتاع الأهلي اللي اسمه كعبيش ولا كرانيش ولا كوميش ده جاي منين؟ متأكدين ده من أنجولا وبرتغالي؟ ده برتغالي؟ مستحيل. ده مغترب، ده قاعد في الهرم أو قاعد في المريوطية، شارع الهرم أو المريوطية، مغترب صومالي بتاع واتضحك علينا فيه. مين اللي جابه؟ فين العين اللي جابته؟ ده مين اللي جابه عندنا؟ على فكره مش شرط عشان يبقى فرود النادي الاهلي يبقى جايب جوال عشان اتكلم عليه كويس. اللمسه، الباصه، التحركات، مفيش. حاجات سهله بتضيع. يعني اعتقد الموضوع صعب جدا. مستوى الاهلي مش مبشر. مستوى الاهلي مش بخير يا جماعه، وربنا يستر على النادي الاهلي. هو خد ال3 بونت، لكن ككوره الاهلي مش بخير خالص. سلام.